بص بقى، النادي الاهلي من الفرق اللي ما بترحمش في الكوره، ما عندوش ياما مرحمين. من الفرق لو قدر ما بيعفيش. يعني انت مخلصها في تونس وكسبان الترجي 3-0، اي فريق غير النادي الاهلي هيجي يقفل الدنيا، يريح لعيبته، يلعب على قد المباراه. الا النادي الاهلي كاسب واحد وعايز يجيب التاني والتالت. وخلي بالك، هي دي سمات النادي الاهلي من بدري، وسمات الفريق البطل. يعني لو في فرق مثلا لو كسبانه 2 او 3، يقعد يمرقص لك في الفريق كله، ويروح يمرقص لك الجون، ويمرقص لك العارضه، ويرجع تاني لنص الملعب. الا النادي الاهلي، يعني افتكر ان النادي الاهلي كان بيلعب الجونه 2015 في كاس مصر، كان كسبان الجونه 13-0. ساعتها كان الجونه بيلعب بالناشئين 13 سنه و14 سنه. هل الاهلي يرحم؟ خلي بالك، في الكوره مفيش رحمه. وخلي بالك، انا لما استهتر بيه اجيب جونين مثلا او 3 جوان، واقعد بقى مرقص فيك ومش عارف ايه، انا كده مش برحمك، انا بستهتر بيك، بقل منك في الكوره زي ما بيقولوا. خلي بالك، لكن النادي الاهلي لما بيجيب التاني والتالت والرابع، فهو عامل لك حساب. فريق صغير زي فريق كبير، فريق شباب زي فريق اول. انا بعمل لك حساب اللي انت ممكن تعود في المباراة. ممكن لو انا كسبتك 3 مثلا، تجيب جون يجي معاك كده، ضربة جزاء تيجي معاك كده، بدخلك في المباراة. النادي الاهلي ما عندوش الحتة دي، كله زي بعضه. فالنادي الاهلي ساعتها كسب الجونة 13. وبالنتيجة كده يعني الحمد لله، النادي الأهلي كده مجمل في المباراتين 4-0 على الترجي. بصراحة ألف مبروك للنادي الأهلي، يستاهل. وفي انتظار الوداد أو سان داونز، بس أنا قايلها لك من بدري، الأهلي وسان داونز في النهائي. وخلي بالك، أنا بقول لك لو الأهلي لاعب سان داونز كورة على الأرض هيتعب، هيتعب. سان داونز ده مش فريق افريقي، ده فريق خارج القارة، فريق ممتع، فريق بيلعب كورة حديثة حديثة جدا. فلو لعبت سان داونز كورة على الارض هتخسر. تلعبها بقى، مش قصدي تلعبها في حتة تانية، بس ايه، تلعبها بقى بطريقة تانية، باستراتيجية تانية. شوف بقى انت تلعبها ازاي مع سان داونز ده، بس ما تلعبوش كرة على الارض، هيتعبك. انا بقى اتمنى صعود الوداد على حساب سان داونز. ليه بقى؟ في مصلحة النادي بتاعي اللي هو الزمالك. خلي بالك، 2025 كأس العالم هيكون 32 فرقة، وهياخدوا 4 فرق من أفريقيا. والأربع فرق دولت اللي هياخدوا النسخة من 21 و22 و23 و24. خلينا من 21 ل 23، لسه ايه الله أعلم ب 24. 21 مين اللي خدها؟ الأهلي. 22 مين اللي خدها؟ الوداد. لو النهائي بين الأهلي والوداد، يبقى كده في أي فريق ضمن خد البطولة مرتين. هياخدوا بقى مين؟ 2020 الفريق البطل. مين كان الفريق البطل 2020؟ الأهلي. طب ما الأهلي كده هيبقى خدها مرتين، هياخدوا التاني بتاع 2020 اللي هو النادي الزمالك. أصعد أنا كأس العالم للأندية ساعتها. ما أنا كده مش ضامن إن أنا أصعد كأس العالم، مش ضامن إن أنا أصلا اخد افريقيا، اطلع افريقيا، يعني اصعد افريقيا السنه الجايه. ما انا ماشي رابع، وبالمستوى اللعيبه بتاعتي دي ما توصلنيش اصلا تاني خالص اللي انا اخش افريقيا السنه الجايه. فانا من امنيتي اللي الوداد او الاهلي ياخدها، واتمنى النادي الاهلي. ولو انت لسه بتسمعني، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.